وجع قلبي واحب واموت. طبعا كلنا عارفين الجملة دي بتاعت مين؟ ايوه، جمالات كفتة في فيلم الآنسة ماما سنة 1950، بطولة الفنان العظيم محمد فوزي والفنانة المميزة صباح وصاحب الضحكة الحلوة إسماعيل ياسين. طبعا كلنا عارفين جمالات كفتة دي ست، لكن ما كانتش اي ست، كانت مليانه كوميديا من نوع خاص. تخيل واحده لابسه فستان ستان لامع ومع طفر وصوتها يخش القلب وبتغني معاها وجع قلبي واحب واموت. طبعا احنا عارفين قصه الفيلم بتاعت محمد فوزي اللي هي كان فاكرها صباح، ودي كانت بدايه الكوميديا. لما اكتشف الحقيقه سالها باستغراب حضرتك جمالات كفته؟ فردت بكل سخريه وطرب يا فندم. طبعا كلنا هنستغرب ان اللي بيأدي دور جمالات كفتة هو الفنان العظيم حسين ابراهيم. كان ممثل موهوب بس للأسف موهبته ما خدتش فرصتها، فقرر يلفت الانظار بطريقة غير تقليدية. من هنا الفنان حسين ابراهيم سرق الاضواء بشخصية جمالات كفتة، ضحك الناس في صالة السينما لدرجة انهم ما كانوش مصدقين ان ده ممثل راجل. حسين ابراهيم استغل النجاح ده وقرر يكمل في تقديم ادوار الستات لمدة 20 سنة كاملة. ظهر مرة كراجل في فيلم مراتي نمرة 2، واخر افلامه كان خضرة والسندباد القبلي. وبعدها حسين ابراهيم اختفى فجأة، محدش عرف عنه حاجة ولا حتى تاريخ وفاته، لكن سايب لنا فن جميل من نوع خاص، كوميديا مش ممكن تنساها ابدا. وهنا انتهت حكايتنا على قناة ومنوعات ام يوسف بنت البلد، ويا رب لو عجبتكم القناة تشتركوا فيها وتتابعوني. الى اللقاء. وجع قلبي واحب واموت، وجع قلبي واحب واموت، وانا وقلبي مش علقه فيه، ضربني الحلو من شلوت في راس قلبي وقال خي 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 يا عيني.